موناليزا، ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ موناليزا انت ما بترديش عليا ليه؟ هو انت زعلانه مني انا؟ اوعي تكوني زعلانه عشان الراجل. طب والمصحف ما كنت اعرفه، والله العظيم ما كنت اعرفه، ده انا لو اعرفه ما كنت خليته لمح طرفك اصلا. طب والنبي اقفي اسمعيني، والله العظيم ما كنت اعرفه، بس انت جدع، انا عرفت انك مسكتيه بهدلتيه، والله ما هنسيبه غير لما نحبسه، والنبي حقك عليا ما تزعليش مني، والنبي ما تعيطي عشان اللي في بطني. طب انت في حاجه تانية حصلت؟ انت بتعيطي كده ليه قوي؟ في ايه؟ في حاجه تانية حصلت وانا ما اعرفهاش؟ موناليزا اوعي ايدك دي. استني بس، طيب اسمعيني وانا هفهمك. تفهمني ايه؟ هتفهمني انا اسوء عندك كام؟ ما ترد. 250,000 خس. بلاش بس الكلام اللي يحرق الدم ده، انا هفهمك ايه اللي حصل بالظبط. انا بتكلم في المصلحه. الراجل مصلحة اللي بتتكلم عنها مصلحة شرفك في عرضك. انت عارف انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ يخص. الراجل ده كان اخره هيحصل فيه ايه يا موناليزا؟ هيتحبس؟ يبقى انت استفدتي ايه؟ ولا حاجه. اللي عملته ده كاننا خدنا حقنا حق عرب. دي الفلوس اللي كان هيديها للمحامي اللي هي انت اولى بيها. المحامي ده كان هيخرجه منها، او ممكن يجيب له حكم مخفف وبالقانون، وساعتها ولا نارك ولا ناري هتبرد يا موناليزا. يبقى استفدنا ايه بقى من الموضوع ده كله؟ هيخرج هيتحبس كام شهر يعني، وهيخرج وينتقم منك. يبقى اللي عملته ده صح ولا غلط؟ مش انت اولى بالفلوس؟ مش الفلوس دي عشان اختك تتجوز بيها؟ ولا نتمرمط بقى في النيابات وفي المحاكم وندفع فلوس لمحامين احنا مش قدها، وبعدين يتقال اللي اتحرشوا بيها اهي؟ اللي اتحرشوا بيها اهي؟ انت سامع نفسك؟ اللي بتتكلم عنها دي عرضك، نخوتك، شرفك، كرامتك. عارف يعني ايه عرض؟ انا مراتك اللي المفروض تحافظ على كرامتها مش تساوم على شرفها. طب عارف يعني ايه نخوه؟ النخوه انك ما تستناش اني اقول خد لي حقي، انت تقوم لوحدك وتاخده. النخوه انك تبقى راجل بجد، مش راجل بالاسم. مش تقول لي هيقولوا اللي اتحرشوا بيها ايه؟ طب ما يقولوا وانت تسترني، ما يقولوا وانت تصوني، وانت تحافظ على كرامتي. الراجل اللي بجد يا حسن يحافظ على كرامة مراته، بيمشيها راسها مرفوع، يبقى ظهر وسند ليها قدام العالم كله عشان يحافظ على شرفها وعلى عرضها وعلى كرامتها. وانت دوست على كل دول.